إنك علشان تضحي لازم تذبح بإيدك. هو مين قال إن الأضحية معناها نقتل الرحمة جوانا؟ ليه بقى المشهد المعتاد؟ ناس واقفة في نص الشارع، دباحين مش محترفين، ريحة دم مالية الجو ومنظر يوتر القلب، وطفل صغير بيعدي وشايف منظر عمره ما هينساه. الإسلام قال نضحي، بس ما قالش نبهدل ولا نأذي ولا ننشر الرعب في الشوارع. ما قالش نسيب الدم يسيح لحد ما يوسخ الأرصفة ويعمل مستنقعات جراثيم ويخلي الناس تقرف من الدين بدل ما تحبه. يا جماعة، الرحمة مش ضد الشعائر، الرحمة هي أصل الشعائر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. يعني حتى لما نذبح لازم نحس، مش نضحك ونتصور ونجيب العيال تتفرج وتتشجع تكمل عادي كأنها لعبة. هو مين قال إنك لازم تذبح بنفسك علشان تثبت إنك مؤمن؟ ليه مش نرجع الهدوء والاحترام للعبادة؟ ليه ما يبقاش في أماكن مخصصة تحت إشراف طبي وشرعي، ناس متخصصة تذبح، تنظف وتجهز اللحمة كاملة وتوصلها لك لحد البيت من غير ما تمر بالمشهد ده كله، ومن غير ما تتعب مشاعرك أو تأذي غيرك؟ اللي بيذبح بإيده وبضحكته وبلا أي مشاعر ده مش بيقدم عبادة، ده بيقتل إنسانيته. والأضحية مش اختبار للقلب القاسي، هي عبادة فيها رحمة وفيها توازن. فكر فيها. يمكن احنا محتاجين نسأل نفسنا السؤال تاني: هو احنا ليه بنربط الإيمان قسوة؟ ليه فاكرين ان العاطفة ضعف؟ ليه بننسى ان الدين مش بس أوامر ونواهي؟ الدين روح، والروح دي محتاجة تعيش في بيئة نظيفة، في قلب ما يتعودش على مشهد دم كل سنة وكأنها فرجة العيد. الطفل اللي بيشوف المشاهد دي بيتعود، والمصيبة مش في التعود نفسه، المصيبة انه ممكن يكبر وهو حاسس ان القسوة عادي وان منظر الألم طبيعي. وبكده نكون بدل ما نعلمه معنى التضحية علمناه ان الرحمة ممكن تتأجل أو تختفي. طب ليه ما نعلموش المعنى الحقيقي؟ ان التضحية مش في الذبح بس، التضحية في انك تتنازل عن حاجة بتحبها عشان حد تاني محتاجها أكتر. التضحية ممكن تبقى وقت، جهد، فلوس، دعم، مساعدة، حماية، مش شرط دم. ويمكن لو ركزنا على روح العيد مش مشهد أقرب لربنا وأقرب لبعض، وهتحس إن الأضحية كانت فعل حب مش مجرد طقس. وأنا بقولك، لما تسأل نفسك هو مين قال، افتكر إن اللي قال بني آدم زيك، مش نبي ولا معصوم ولا عنده كل الحق. قال رأيه من زمان على حسب تفكيره وخوفه وتجربته، بس انت ليك عقلك وليك حياتك، ولو اللي اتقال مش مناسبك غيره وعدله طالما ما بيخالفش الدين ولا بيأذي حد. احنا اللي بنرسم القواعد مش بنورثها. واسأل نفسك دايما: هو مين قال